حد خد باله ان احنا تقريبا بنجري كده في الشارع مش بنمشي؟ طب ليه؟ للأسف حاجات كتير في حياتنا بنعملها عشان حاجتين، يا إما إنها عرض لفترة محدودة فلازم نعملها بسرعة عشان الوقت، يا إما عشان كلام الناس. يعني لما بنلاقي كلمة عرض لفترة محدودة أو خصم يصل إلى 50%، أو خد قطعتين ومعاهم قطعة التالتة هدية، أو احجز مقعدك الآن، بنجري بسرعة عشان نلحق العرض. ممكن نكون مش محتاجينه بس في عرض لازم نلحقه. يا إما الحاجة التانية عشان كلام الناس، يعني أنا مثلا ابني أو بنتي ثانوية عامة وما جابوش مجموع الهندسة أو الطب اللي هي كليات القمة زي ما بيقولوا الناس، فلازم أجي على نفسي وأدخلهم كلية خاصة حتى لو أنا مقدرتي ما تجيبش الكلية الخاصة. مثلا لو أنا جاية أجوز بابني أو بنتي فلازم أجيب لهم الشبكة بالشيء الفلاني، العفش بالشيء الفلاني، عشان ابن عمها وابن خالتها عشان الناس ما يقولوش عليا، فلازم أحمل نفسي فوق طاقتي، فلازم أقعد أجري علشان أجيب فلوس عشان أقدر أعمل الحاجة اللي الناس هيقولوا عليا فيها إن أنا كده عملت المستوى المناسب. بصوا يا جماعة، افتكروا كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي كلمنا فيه عن الصلاة اللي هي ركن من أركان الإسلام. قال لنا إيه لما نروح نصلي؟ قال لنا: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان كده بيقول لنا مشي وإحنا رايحين نصلي اللي هو ركن من أركان الإسلام. ليه؟ عشان نستحضر النية وإحنا رايحين نصلي، عشان نركز في صلاتنا وإحنا بنصلي، فده في الفرض. فما بالك بقى في الحياة الدنيا، إحنا قاعدين نجري ونحمل نفسنا فوق طاقتنا، فوق الابتلاء أصلا اللي ربنا بيديهولنا اللي هو سنة الحياة. وانت رايح تعمل الشيء لا انت منك هتركز ان يكون خالص لوجه الله، ولا منك انك هتركز في الشيء وتفرح بيه لانك مش فاضي وعايز تشوف اللي بعده. طب ايه الحل؟ الحل في حاجتين اتنين. اول حل انك تعمل نفسك من بنها، بمعنى انا لما اشوف كلمة عرض ما اخشش في تفاصيله، لاني ممكن لو دخلت في تفاصيله قلبي كده ياكلني وابقى عايزة الحق العرض. تاني حاجة نعمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، ان احنا لما نيجي نبص على اللي اقل مننا، ما نبصش على اللي اعلى مننا. كل واحد فينا ليه مستوى مادي معين، ليه مستوى اجتماعي معين، ما بصش على اللي اعلى مني علشان ما اصدريش نعمة ربنا عليا. من الاخر كده لو عايزين نرتاح في حياتنا لازم نمشي على قدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.